السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. معاكم فيديو جديد من قناة دينا ريان. قبل ما نبتدي الفيديو اشتركوا في القناة عشان الصلاة تكبر بيكم. النهارده بقى فيديو بصوا تشجيعي جدا جدا جدا. النهارده هنعمل اول تنظيفات رمضان في المطبخ. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين لا مفقودين. هتقولوا لي بدري. بصوا عايزه اقول لكم انا اي حاجه بقدر ان انا اعملها دلوقتي بلحق اعملها، لان عايزه ان شاء الله على اول شعبان اكون خلصت الشقه كلها، وامسح كده مسحه نظيفه وافرش كده الفرش هو لان طبعا الجو في رمضان هيبقى ساقعه. فقلت لا ما بديهاش كل كده اما يكون واقفه في المطبخ او مثلا يعني عندي باور كده ان انا اعمل حاجه في الساعه دي، ابدا ان انا اعمل وما كسلش لان عايزه اخلص بجد. دلوقتي لو كل يوم كده تعملي حاجه بسيطه بجد هتفرق معاكي جدا جدا. يعني انا دلوقتي خلصت الحمد لله الدواليب من جوه، عملتها كلها الحمد لله. يعني كل الظرف بتاعت الدواليب ظبطتها وروقتها وخليتها تمام التمام. كنت واقفه في المطبخ قلت بصراحه لا المطبخ مش عاجبني يعني حاساه من جوه كده جاب اخره كل ما اقف كده اعمل فيه درج او رف او ضرفه عشان اخلص منه، لان لما اخلص بقى خالص هبدا ان انا اصبن الحيطان واعمل الشفاط واعمل الشباك وبص اصبن كل المطبخ من الحيطان بتاعته يعني، واعمل تحت الحاجه وكده. يبقى بالنسبه لي على اول شعبان باذن الله باذن الله اكون خلصت الشقه كلها باذن الله من غير مقاطعه. السجاد مش هغسله غير قبل العيد باذن الله، لان انا الجو ساقع طبعا عندي جدا جدا ولسه الجو يفضل ساقع لحد بعد رمضان. فانا مش هغسل السجاد غير ان شاء الله في دخلة العيد. اللهم صل على سيدنا محمد. فموضوع السجاد ده مخليه اخر حاجه خالص. فانا دلوقتي بالنسبه لي ان انا ايه بعمل كل الحاجات من جوه، يعني الدواليب بتاعت الاوض الحمد لله خلصتها. قلت بقى ايه اعمل المطبخ من جوه كمان، عشان كده برضو يبقى بالنسبة لي الدنيا فل الفل يعني من جوه، ويبقى بس فاضل من تحت الحاجة بإذن الله الفرش وكده. ولو وأصب المطبخ بإذن الله قبل شعبين، وهفرش فرش رمضان بقى والحاجات الجديدة. وإن شاء الله يعني تنتظروا مني فيديو بإذن الله مشتريات رمضان قبل يعني إن شاء الله يعني لما نخلص بس سلسلة التنظيفات بتاعة رمضان بإذن الله هبدأ أوريكم المشتريات، وبعد كده هبدأ بقى أوريكم الفرش المشتريات بتاعتي إن شاء الله الجديدة في المطبخ بإذن الله. نعمل كده ديكورات جديدة وحاجات جديدة في المطبخ بإذن الله. هنا بوريكم القواقع دي. كنت بحب ما اروح المصيف انقي القواقع كده. كنا في مرسى مطروح كان فيها كمية قواقع يعني مش قادرة اقول لكم. فكنت جايبة كمية كده معايا وشايلهم، بحب اعمل منهم اعادة تدوير. بس ان شاء الله لو عملت حاجة هعملها معاكم بإذن الله. ده بقى اكتر درج كركبة عندي في المطبخ، في كل حاجة قطعات وسكاكين ومضرب البيض وهرسة البطاطس وسكاكين كتير 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 والمعايير والمصفى. بص في حاجات كتير جدا. فزي ما انتم شايفين كده المفارش بتاعت الخيامية دي اصلا كنت مقطعاها للتلاجة. استعملتها يجي سنتين رمضانين كده حطيتهم في التلاجة. السنة دي بقى قلت لا خلاص ما بديهاش احطهم في الادراج، عملت لهم اعادة تدوير. طبعا مفيش حاجة هتروح. هو ما شاء الله خامته حلوة جدا اللي هو الجلد دوت. كنت جايبة المتر ب25 جنيه، فما شاء الله خامته حلوة جدا. اللهم صل على سيدنا محمد. فقلت لا انا المره دي مش هحطه في التلاجة. انا ان شاء الله التلاجة اجيب لها مفارش جديده اللي هي خياميه رمضان، بس بيبقى اللي هو البلاستيك القطع دوت اللي هو اصلا 4 قطع تقريبا بيتباعوا مع بعض. فدول هجيبهم ان شاء الله السنه دي لسه. اوريه لكم ان شاء الله في فيديو المشتريات لما اجيبه. وقلت بقى ايه اللي هو انا كنت مقصقصاه دوت احطه في الادراج، وبرده ايه اعيش نفسي كده ايه في جو رمضاني. بجد الواحد زهقان كده ومش عارفه في ايه، فالواحد حب ان هو يعني ايه يفرح نفسه حتى لو بحاجه بسيطه. اللهم صل على سيدنا محمد. فقلت احطه في الادراج. انا عندي ادراج كتير في المطبخ، فقلت ايه هيديها كده شكل وبهجه حلوه. كل شويه عايزه اقول لكم من ساعه ما عملت كده افتح الادراج ابص بصه كده على شكل الخياميه، والله لها فرحه كده وبهجه. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين اللهم امين. هنا بقى معلش الاضاءه كانت وحشه شويه لان كنت في الارض بقى وبعمل ادراج اللي هي من تحت. عايزه اقول لكم الادراج دي على طول عندي متبهدله لان اولادي على طول بيفتحوا الادراج دي وبيقفوا في يعني بيقفوا عليها عشان يطولوا الرخامه. على طول اي حاجه بتقع فيها. اللهم صل على سيدنا محمد. فلقيت فيها بلاوي بلاوي والله العظيم زي ما انتم شايفين كده. الميني جاروف الصغنن دوت بحب اكنس بيض الادراج والبوتاجاز لما يكون فيه حاجات كتير عايز تتكنس او يعني بدل ما اشيله وافضل اخبط فيه لا بكنسه بجد حلو جدا. والبخاخه اللي انا قلت لكم في اول الفيديو دي فيها عباره عن خل. كان فيها اصلا كنت جايباها من ماي واي بس لما خلطت حطيت فيها خل، وبحط فيها كده برسيل جل او صابون مواعين وشويه ميه. عايزه اقول لكم بتنضف اي حاجه، لو في اي حاجه على البوتاجاز دهون ولا اي حاجه بتخليه لي زي الفل. وبرده الادراج عشان برده مبقعه كده من الحاجات اللي كانت فيها. عايزه اقول لكم خلت الادراج فل شمعه منوره بمعنى الكلمه.
فاللهم صل على سيدنا محمد بخّدي على طول في إيدي لمّا بابدأ إن أنا أعمل بقى أي حاجة في المطبخ، باحب أعمل بيها وبفوطة ناشفة كده وباضبّط الدنيا، لإن أنا عندي المطبخ من تحت دوّة خشب لإنه بتاع ماما مش بتاعي، لكن اللي فوق عندي ده ألموتال. اللهم صل على سيدنا محمد. فكده زي ما أنتم شايفين كده المفرش أصلًا عندي مقصوص زي ما قُلت لكم أنا كنت عاملاه للتلاجة، فبالنسبة لي كده تمام. الأدراج دي بقى بصراحة يعني نفعني جدًا. درج حاطة فيه اللي هي المعالق والحاجات اللي هو أول واحد شُفته خالص، تاني واحد حاطة فيه بقى الفخارات بتاعتي كلّها الصغننة والكبيرة، وتالت واحد اللهم صل على سيدنا محمد حاطة فيه الصواني البايركس وصواني البسبوسة وصواني المربعة، يعني الأدراج بصراحة مستغلّيها أسوأ استغلال حاطة فيها كل حاجة. اللهم صل على سيدنا محمد. ده الدرج اللي هو جنب البوتاجاز، ده أنا حاطة فيه المعالق، كل المعالق بتاعتي والشوك والحاجات دي كلها. في المنظم بتاعي هتشوفوه. حتى الشنطة اللي انا ببقى حاطاها في الجنب دي اصلا انا كنت فاكره ده كله بصور، والتليفون كان فاصل تصوير اصلا، فالحمد لله. كنت بوريكم في الاول شكل الدرج كان عامل ازاي، فما كانش بيصور، فالحمد لله ان انا لحقت الدنيا يعني وشفته قبل ما اكمل على كده. هنا عبد الله كان واقف بيساعدني عادي خالص واقف زهقان مش عارف يعمل ايه، فبلاقيني بقى واقفه بعمل حاجات في المطبخ، فوقف معايا. فباحاول إن هُم مثلًا يكونوا ملهيين في التلفزيون أو في أي حاجة برّه في الصالة بيلعبوا أو أي حاجة، وأدخل أعمل أي حاجة، أخطّف كده، أعمل أي حاجة وهُم مش مركّزين معايا عشان ألحق أعملها. طبعًا يلاقوني سكِتّ كده مرّة واحدة يدخلوا ماما بتعملي إيه، يدخلوا بقى يتحشّروا طبعًا. فربنا يهديهم يا رب ويجعلهم ذريّة طيبة صالحة، اللهم آمين. هنا بقى دخلت على قسم التوابل، ده برضه أنا حاطاهم في الدرج، ده آخر درج معانا. حاطة كده مش في منظم، هي علبة حلاوة كبيرة كده، أنا عندي علب من دي كتير. فقُلت أستغلّها بصراحة، لإن المنظمات بقت غالية جدًا، وإن أنتِ تنزلي تجيبي أقل منظم في 20، 25 و30 جنيه، فلأ، اعملي إعادة تدوير للي عندِك، مش لازم تجيبي حاجات جديدة خالص. حاولي باللي عندِك مشّي الدنيا، اعملي إعادة تدوير. أي حاجة موجودة عندِك مش عايزاها هتلاقي لها إعادة تدوير، فاستغلّي أي حاجة عندِك، مش لازم تفضلي تجيبي بلاستيكات وتكركبي. أنا واحدة من الناس باموت في حاجة اسمها الأطباق البلاستيك وعلب بلاستيك أي حاجة بلاستيك باموت فيها، يعني حتى لو آخر جنيه في جيبي تلاقوني باشتري حاجات بلاستيك، فده مش صح خالص. عايزة أقول لكم أنتم إن شاء الله في الفيديو الجاي أمّا تشوفوني بقى وأنا باعمل ضرفة الحلل وضرفة البلاستيكات وكده هتنصدموا، هتنصدموا من كمية البلاستيكات اللي أنا جايباها. أنا عايزة أقول لكم صف كامل حاطاه ضرفة كاملة كده، حطها بلاستيكات أطباق جوه بعضها، عندي لا يقل عن 20 طبق بلاستيك جوه بعضه جوه بعضه جوه، يعني كل الأحجام عندي مصافي وبلاستيكات وأطباق بلاستيك اللي هم الكبار اللي نغسل فيهم الفراخ وبنعجن فيهم والكلام ده. فانتوا هتنصدموا المرة الجاية إن شاء الله لما نعمل باقي المطبخ من جوه. زي ما قلت لكم أنا اليوم كان ماشي عادي خالص وطبخت، وكنت عاملة اليوم ده محشي والله كمان، ومشيت دنيتي وغسلت المواعين وعملت البوتاجاز كمان هعمله معاكم. وفي اخر اليوم كده بقى عارفين ان هو ايه في زهق، فقلت لا انا هقوم كده اخلص من اللي عليا من الحاجات اللي المفروض اعملها قبل ما شهر شعبان يبتدي باذن الله. اللهم صل على سيدنا محمد. قلت ايه اخلص حاجه حاجه. لو كل يوم عملتي ضرفه مطبخ، لو كل يوم عملتي رف في الدولاب، لو يوم عدى ومثلا عملت تحت السرير، عملت التلاجة ان شاء الله برضو التلاجة في فيديو من الفيديوهات برضو هعملها معاكم. تنظيفات رمضان هنفرش معاكم بقى فرش التلاجة بتاع رمضان وعايزين نفرط حتى بأقل الأشياء. ربنا يا رب يجعلنا دايما كده نفرح بأبسط الأشياء الحمد لله. والبوتاجاز هنعمله كده عاملة نظيفة كده، والشفاط، وهناخد الشباك كمان بالمرة. يعني هنعمل المطبخ كده عاملة محترمة وهنحط فيه حاجات خيامية كده، وبصوا هنحس بفرحة رمضان وبهجة رمضان. يعني جيبوا وافرحوا كل حاجة بس على قدنا وفي المعقول وعلى قد ما اللي معانا، مش لازم نجيب حاجات قد كده على قد يعني عندنا ونجيب تاني، لا حرام. الحاجات بس حاجات بسيطة كده تجيبيها تشبريها على حالك كده في المطبخ، عشان المطبخ ده اكتر مكان بنقف فيه. لو تفرشي مفرش على سفرتك على ترابيزة الانتريه بتاعك، تجيبي فرع زينة تحطيه، فرع نور تعلقيه، الحاجات دي تفرق في نفسيتك جدا جدا في الايام الحلوة اللي احنا فيها دي والايام المفترجة الحمد لله. بجد الكلام ده كله بيفرق معانا احنا كستات بيوت، لان طبعا كل وقتنا بنقضيه في البيت، اكتر وقت بنقضيه في البيت هو في المطبخ، فلازم يعني يعني النفسيه كده تظبطيها انت بنفسك، مفيش حد هيظبط لك نفسيتك يعني تمام كده. فالله المستعان. فان شاء الله كل ده هنعمله مع بعض، وهنظبط المطبخ وهنظبط البوتاجاز والشفاط. وبصوا
ان شاء الله عايزين شهر شعبان يجي باذن الله واحنا مخلين الشقه دي فل شمعه منوره. فانت طول ما انت كده حاسه اني خلاص قاعده ما وراكيش حاجه او زهقانه، شغلي فيديو روتين، شغلي اي حاجه تشجعك، شوفي انت بتشجعي بايه وشغليه، وقومي بقى شوفي اذا كان مطبخ عايزه تعملي فيه حاجه عشان تخلصي منه. اللهم استعان، تمسكي البوتاجاز كده تظبطيه، تشدي الشفاط كده وتظبطيه وتغسليه. عندك الحلل على بعضها نزليها ونضفي الرف ورصيها. عندك المطبقية على بعضها شيليها واغسلي وراها وعلقها تاني وحطي مواعينك. بصي والله بأبسط الأشياء كده حاجة ورا حاجة هتلاقي نفسك خلصتي قبل ما رجب يبقى، قبل ما شعبان يبتدي، مش رمضان كمان. عشان شهر شعبان عايزين نبتدي خلاص بقى ان نتمهل لشهر رمضان في العبادة بقى، وزي ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات. يعني بصوا بأبسط الأشياء، يعني فرحي نفسك وزيني بيتك. دي سنة طبعا على الرسول صلى الله عليه وسلم انك تفرحي برمضان وتحتفلي بيه وبتزيني بيتك عشان استقبال رمضان. فبأبسط الأشياء فرحي نفسك وفرحي أولادك. عايزة أقول لكم يا أولادي بقوا واقفين فرحانين جدا جدا لما طلعت مفارش الخيامية وقعدنا بقى نحطها في المطبخ بقى، هما واقفين فرحانين: يا ماما احنا خلاص كده هنعلق حاجات رمضان، هنعلق الزينة. قلت لهم حاجة حاجة كده وإن شاء الله إيه هنعلق حاجة رمضان كلها، بس إيه لما هنحطها على نظافة ننضف كده الدنيا ونحط بقى إيه الفروع النور ونحط الزينة اللي احنا كنا جايبينها السنة اللي فاتت وجايبة الزينة السنة دي إن شاء الله. وعايزة أفرحهم كده، هم ملهمش ذنب إن هم برضو يعني إيه احنا مكبوتين نكبتهم معانا. لا طبعا هم اطفال، بالنسبه لهم دي ذكريات حلوه هيبداوا يفتكروها لما يكبروا، يقولوا اه احنا كنا دخلت رمضان كنا بنعمل وبنعلق الزينه وبنعلق الانوار. الحاجات دي كلها بتفرق معاهم زي ما بتفرق معانا احنا الكبار. فالله المستعان، انتي حاولي ان انتي زيني بيتك وفرحي اولادك وحسي برمضان، وعشان الايام دي تعدي على خير يا رب. الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم ما تشير لايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، واهم حاجه اللايك يا جماعه لان بيفرق في معايا في الفيديو ان هو يعلى واكتر ناس تشوفه. بحبكم قوي في الله، كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم.